الحقيقة الأحباب، نريد أن نسأل الأستاذ أين المشروع وأهله من هذا كله؟ ومع كلمة نائب الشعب الأستاذ صبحي صالح فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، أيها الأحبة، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يلهمنا فيه الصواب والتوفيق والسداد والرشاد، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يمن علينا بفضله الذي لا يعد ولا يحصى. وبداية بالضرورة يتعين علي أن أشكر لكم حسن ظنكم وكريم فضلكم في تفضلكم باستضافتي في هذه الأمسية، وأشكر السيد الأستاذ يوسف مدير النشاط الذي أسبغ علينا مجاملات جميلة ورائعة تعكس حسن خلق وتواضع وتواصل وإدراك للمهمة، فشكر الله لكم جميعا ونفع بكم جميعا. أما بعد، عن الموضوع المشروع الإسلامي أو مستقبل مصر في ظل المشروع الإسلامي، أود أن أتحدث في نقاط محددة للغاية. لا أتحدث عن مستقبل مصر في ظل المشروع الإسلامي باعتبار أني أو مثلي يؤمن بهذه الفكرة أو يعتقد أن صلاح مصر مرتبط بالمشروع الإسلامي. لا أنطلق من هذا مع قناعتي الشخصية، يعني أنا لا أدافع عن قناعة شخصية، وليس عندي رؤية شخصية أريد أن أثبتها عند الناس، لكن أريد أن أنتصف للحقيقة وأنتصر للحق وحده. بمعنى، هل هناك مشروع إسلامي؟ وهل المشروع الإسلامي هذا قادر أو مؤهل أو بوسعه أو بمنهجه أو بآلياته وأدواته يستطيع أن ينقل مصر كدولة كأمة كشعب نقلة حضارية فعلية ثقافية، نقلة هوية، نقلة ثقافة، نقلة طموح، نقلة صمود، نقلة موقع تمركز تمحور، نقلة سيادة وقيادة وريادة في المنطقة الإقليم وفي العالم؟ هل في مشروع من شأنه أن يدفع مصر بهذا؟ فإذا كان الأمر كذلك، فكل شخص، كل مواطن، ولو لم يكن مؤمنا بالمشروع الإسلامي أصلا لكنه يؤمن بالولاء والانتماء لهذا الوطن، بالتأكيد سيكون في غاية السعادة أن يرى بلده على النحو الذي يتمناه. فهل المشروع الإسلامي قادر على تحقيق هذا الطموح؟ ثم لماذا المشروع الإسلامي بالذات؟ لماذا لا تنهض مصر بغيره؟ هل هذا من قبيل التعصب المذهبي أو الانتماء العقدي، أم أن هذه حقيقة واقعية أثبتها التاريخ وصدقها الواقع وفرضتها حتمية التسارع الفكري أو النضال الفكري أو التلاقح الفكري أو الكفاح الفكري أو الاشتباك الذهني؟ هناك جملة من المعطيات تساوي في النهاية أي المشروع أولى وما هي معطياته ومقدراته. ما في شك أن كل مواطن مصري يتمنى أن يرى بلده أفضل بلاد الدنيا، أكيد. الذي لا يحب البلد أن تكون رائدة العالم بالتأكيد هو ليس مخلصا في ولائه وانتمائه لتراب هذا الوطن. في الشك أننا كلنا نتمنى أن تكون مصر سيدة العالم. لا شك أيضا أننا نتمنى أن تكون مصر رائدة حضارة العالم.
وأنا أقول ببساطة شديدة أن مصر مؤهلة للقيام بهذا الدور، والمشروع الإسلامي هو الأنسب. لماذا المشروع الإسلامي هو الأنسب؟ الوجه الأول لأنه اختيار الشعب بالمعيار الديمقراطي، اختيار الشعب. الشعب المصري اختار المشروع الإسلامي في كل الأصعدة. عندما طرحت الرؤى السياسية بعد ثورة 25 يناير حصل حالة من الاستقطاب الحاد، حصل حالة استقطاب حاد. هذا الاستقطاب الحاد تمحور على 4 مرتكزات. فصيل يرى أن مصر المستقبل، مصر الأمل والطموح، لن تكون كذلك إلا في ظل مشروع الليبرالي الديمقراطي على النموذج الغربي. بيقول لك إنه الحضارة الغربية الآن هي الحضارة الحاكمة. الحضارة الغربية الآن هي أرقى حضارة. شئنا أم أبينا كل الدول المتقدمة تدين بهذه الحضارة، فإن شئتم أن تكونوا مثلهم فافعلوا بفعلهم. وجهة نظر جميلة لها وجهتها. وهناك وجهة نظر أخرى تقول إن الحضارة الغربية تنتحر، لأن الحضارة الغربية القائمة على فكرة السوق الحر في الاقتصاد والحريات المطلقة في الحقوق والحريات العامة تنتحر الآن، تنتحر من وجوهها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ده أصحاب المشروع اليساري أو الاشتراكي اللي هو الجانب الآخر المضاد للمشروع الغربي. يعني إذا سمينا ده غربي نسمي ده الشرقي، زي الصين وروسيا وكوريا الشمالية. المشروع الاشتراكي عموما الذي بدأ يغزو أوروبا الآن، المشروع الاشتراكي يرى أن الحريات العامة المطلقة التي انبنت عليها فلسفة الحضارة الغربية انتهت إلى إنكار الإله، وبالتالي انتهت إلى علمانية لا دينية، لأن العلمانية معناها لا دين، مش معناها فصل الدين عن الدولة، معناها اللا دين. اسمها ما فيش مصطلح بالإنجليزي اسمه علمانية، ما فيش بالعربي مصطلح اسمه كده. ده ترجمة خاطئة لمصطلح إنجليزي اسمه سيكولاريزم. سيكولاريزم يعني لا دين، يعني اللي عايز يبقى عنده دين دي مسألة تخصه، لكن لا يفرض علينا دين ولا إله ولا منهج. ده مبنى. عارفين المعجنة الفكرية؟ احنا وساعات تعيش حالة حول فكري، يا حول فكري يا معجنة فكرية. النظام الإسلامي نظام متميز بذاته. أنا كده تقريبا استعرضت الشكل العام. هذا هو المعروض، الغربي ولا اليساري ولا الفلول ولا الإسلامي. النظام الإسلامي لا يقاس بغيره. النظام الإسلامي نظام متفرد بذاته ولا يقاس بغيره، لأن النظام الإسلامي قائم على مرتكز عقدي، والمرتكز العقدي هو خبر غيب يصدقه المرء ويتصرف بمقتضاه. واصل الفكرة ولا عيدها؟ عيدها؟ يقوم على اللي هم بيسموه في علم السياسة نظام ايديولوجي، وبرضه دي من ضمن المعجنة الفكرية بالمناسبة. يعني أنا لما كنت بقرأ في المشروع الإسلامي وأنا في سنة تانية حقوق، وكان بيدرس لنا اقتصاد سياسي في سنة تانية دكتور له توجه اشتراكي، وأنا بسمع، والكلام مش على زمايلي، مش على مزاجي، بس أنا حر، هو بيعرض فكرته وأنا في الامتحان هقول له وجهة نظره، بس أنا مش هاخد بيها، أنا حر. وقلت له الحركة ولدت الفكرة، فإذا صحت الفكرة صحت الحركة. طب إذا اختلت المفاهيم اضطرب الأداء. فهنا مجتمع يدعي الإسلام
لكنه لا يجسد تجسيدا صحيحا. قول لهم في البرلمان أن يعلموا أن في مصر أتباع خير البشر، وأخبرهم أن المشروع قادم وأن ليل الهدى دائم كالفجر، وقول لهم أن من باع مات عهده وما ترك لنا شيء في البر والبحر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا لي إني إنسان حرج بيني ما بينهان، ما جربت الحرية بس كتبت على الحيطان، ما جربت الحرية بس كتبت على الحيطان، ما جربت الحرية.